صباح السعادة، صباح الأمل، صباح كل شيء جميل. كل عام وأنتم بخير. معكم ياسمين في برنامج بكرة أحلى. حكون متواجدة معاكم من خلال برنامجي إن شاء الله بإذن الله. حنعرض في برنامجي ده كل شيء يخصني ويخصكم، يهمني ويهمكم. حنتكلم عن مواضيع مختلفة. موضوع اليوم حيكون عن السعادة، خليني أسميها جرعة سعادة. كيف أني أنا أقدر أكون سعيد، وكيف أنشر السعادة للي حولي. من أجمل الأشياء اللي قريتها أنه الشخص كيف أنه أول حاجة أنه لازم يكون سعيد من داخله. في المقابل لو هو سعيد حيقدر يسعد اللي حوله. كل يوم نصحى الصباح وإحنا نقول الحمد لله، ونردد كلمة الحمد لله على نعمة الصحة والعافية وكل شيء أعطانا إياه ربنا، ونردد كلمات إيجابية مثلا أنا جميلة، أنا ناجحة، متفوقة، حوصل لأهدافي كلها. نفس الشيء للشباب كمان يرددوا كلمات أنا ناجح، حقدر أوصل لأهدافي، حقدر أوصل لكل شيء أنا أبغاه. هذا الشيء يخلي للإنسان نفسه حتى وهو طالع، حتى هو يمارس حياته بشكل عادي، أنه يكون مبسوط. يعني أرسل رسائل إيجابية لنفسه. في المقابل لو هو مبسوط حيقدر يسعد اللي حوله. يعني مثلا راح أخذ القهوة حقته، الكاشير اللي يحاسبه حيبتسم في وجهه وحينشر سعادته للآخرين. يعني ممكن الكاشير هذا يكون عنده يوم جدا سيء، بالابتسامة هذه صنع يومه، عطاه جرعة سعادة. ممكن في اللحظات إنه دخل المكتب مثلا، قابل الموظفين، قابل الناس اللي يشتغلوا معهم، مبتسم في وجههم وقال صباح الخير بأسلوب حلو، بأسلوب صوته كده فيه سعادة، حينشر السعادة. هو يعطي اللي حوله جرعة سعادة. سبحان الله، جرعة السعادة تكون بابتسامة، بفعل إحنا نسويه، بكلام، بأشياء كثيرة. وإحنا طبعا في الوقت الحالي عيد، يعني لازم نفرح، لازم نكون سعيدين، لازم ننبسط. في أشياء كثيرة نقدر وإحنا قاعدين في بيوتنا بسبب الظروف الحالية نقدر نبسط فيها أنفسنا. مثلا نشارك أهالينا اللحظات الجميلة وإحنا صغار، صورنا القديمة، ألعابنا، المضاربات اللي كانت تصير ما بين الأخوان، الصديقات، حتى لو كانوا في بلدان مختلفة، عن طريق أنها تقدروا يتواصلوا ويسترجعوا الذكريات ويلعبوا ألعاب كثيرة بتكون حماس. مثلا عن طريق السوشيال ميديا ممكن ناس أنت ما تعرفهم أو أنت ما تعرفيهم، تقدروا مثلا تسووا مسابقات، مثلا ممكن تسووا أسئلة، ممكن تسووا أشياء كثير مفرحة ممكن إحنا نمارسها في حياتنا وتسبب لنا السعادة. أنا بالنسبة لي يعني من ضمن الأشياء اللي جدا بتسعدني كوب قهوة بطريقة كده، إنه تزين الطاولة، تسوي كوب قهوة وتشرب قهوتك بمزاج. هذه من ضمن السعادة بالنسبة لي. ومثلا إنه مجرد إني أنا أتكلم مع والدتي وأسترجع ذكريات الطفولة وتذكرني بالأشياء الحلوة اللي كنت أسويها وأنا صغيرة، هذا بالنسبة لي سعادة. يعني نقدر نزرع السعادة بكل طرق كان لأنفسنا، وبعدها نقدر نعطي جرعة السعادة دي للي حولنا. السعادة يعني مو لازم إنه نكون ما عندنا مشاكل، مو لازم نكون إنه مثلا حياتنا بيرفكت، مو لازم يكون عندنا فلوس، مو لازم نكون أصحاب مناصب. ممكن نكون مبسوطين وسعيدين بأبسط حاجة. سبحان الله، يعني خلو المشاكل في حياتنا، يعني إنه ما في مشاكل، هذا مو معناته إنه إحنا لازم عشان في مشاكل مو سعيدين. لا، الرضا هو السعادة. إحنا نكون راضين بكل شيء ربي كتبه لنا هو السعادة. إحساس إنك أنتي أو إنك أنت فاهم إنه هذا الشيء، كل الأمور اللي إحنا موجودين فيها دحين حتعدي، وإنه بكرة حيكون أفضل وأحسن وأجمل. هذه سعادة. إحساس إنكم أنتم مثلا تحسوا إنه خلاص بكرة حسوي شيء إنه مختلف في حياتي، وإنه أنا حسعد نفسي حتى ولو أنا مقفلة على بابي وقاعدة في بيتي، إنه سعادة. يعني الإنسان هو اللي يزرع السعادة والتواصل
اللي بيكون ما بيننا وبين أهالينا، حتى لو كان عن طريق النت، حتى للناس المغتربين مثلنا، عن طريق النت، عن طريق المكالمات، عن طريق مكالمات الفيديو، هذه سعادة. أهم شيء الواحد إنه ما يعزل نفسه عن الناس، وينبسط بالطريقة اللي يقدر عليها حتى لو كانت بسيطة مع اللي حوله. ما يقول إنه مثلا أنا في الظروف هذه أنا ماني قادر أطلع، ماني قادر أروح المقاهي، ماني قادر أسوي أشياء كثيرة كنت أمارسها في حياتي. مو مشكلة، في بديل، كل شيء له بديل. يعني مو لازم إني أنا أكون برا البيت ومن مطعم لمطعم، أو من مكان، من مول لمول، معناته أنا مبسوطة وأنا سعيدة. لا، ممكن أكون في بيتي وأسوي الشيء اللي أحبه، أكتب، أقرأ، أتكلم مع جدتي، يعني أفعال كثيرة بتكون موجودة نسويها في البيت. يعني تواصل يكون عن طريق السوشيال ميديا، ممكن أتعلم لغة جديدة أنا ما يعني كنت أتمنى أتعلمها، بس ما كان في وقت من خلال دوامي إني أنا أتعلمها. هذا بالنسبة لي سعادة. ممكن يعني كان عندي حلم، مثلا حلم إنك أنت تكوني متميزة في شيء معين. أنت الكورس ده ما كنت حتاخديه لو ما قعدتي في البيت. طيب ما أنا استفيد وأنا قاعدة في البيت وآخده. يعني مو لازم يكون طلوعنا من البيت وخرجاتنا وجماعاتنا هي اللي تسبب سعادة. حلو، الجامعات جدا جميلة، بس ممكن نسوي جامعات عن طريق النت، بتصير صح؟ بيصير عادي. احنا في عصر التكنولوجيا، نقدر نوصل وين ما كنا عن طريق النت. في المقابل يعني السعادة في ممارسات بسيطة احنا بنستخدمها ونحس انها ما هي مهمة، ونحس انه لا، ما حتسعدني، ما حتبسطني. لا، في كلمات نتمتم بها تجاه أنفسنا، وبأفعال بسيطة نسويها كمان تجاه نفسنا، أو نسويها خلال حياتنا، أو ممكن ننشرها للناس اللي حولنا. يعني مثلا مشي، الرياضة، يعني بيخليك كذا انه تحس انه طاقة ايجابية. اي حاجة انه يجيب لك طاقة ايجابية ويحسسك انك انت مبسوط وسعيد، سويه. واي نوت؟ احنا كل شيء اللي نحتاجه ان احنا نكون مبسوطين وسعيدين. لا تتخيلون ان المال هو السعادة، لا تتخيلون يا بنات ان الزواج هو السعادة، لا تتخيلون يا شباب ان المناصب هي السعادة. كل شيء بيجي في وقته، كل شيء ربي عطانا، خلانا مختلفين، واختلافنا سبب تميزنا، وعطانا نسب السعادة، يعني نسب الأشياء المعطاة كبشر عطانا مختلفة. بس مو معناتها إنه الفقير حزين والغني سعيد. لا، ممكن يكون الغني تعيس والفقير سعيد. يعني الشيء اللي بوصل لكم إياه، السعادة مش بالأشياء، مو بالماديات، مو بالطلعات، مو بالخرجات. السعادة في داخل الإنسان. السعادة رضا. السعادة لما الشخص يكون مؤمن بما كتبه الله. السعادة لما أنت تكون راضي إنه هذا مكتوب ومقدر، وربي ما كتب لي إياه إلا الخير. السعادة لما أنا أحس بغيري. السعادة لما يكون عندي عطاء. السعادة لما أساعد غيري. السعادة لما أبر أهلي. السعادة لما أتواصل مع الناس بطريقة كويسة. السعادة إنه أنا وأنا نايمة مقتنعة إنه الناس بتذكرني بخير لأنه أفعالي كويسة، لأنه لما الله بيحاسبني على أفعالي وقتها حقول الحمد لله، أنا ما سأت، ما ظلمت، ما أهنت، ما حقدت. السعادة أن قلوبنا تكون نظيفة. السعادة أنه نبعد عن الظلم. السعادة نبعد عن الغيبة. السعادة نبعد عن كل شيء ربي حرمه علينا. السعادة أننا نكون مبسوطين من جوا ونكون راضين بما كتبه الله. أنتظر رسائلكم واستفساراتكم وقصصكم ونجاحاتكم من خلال برنامجنا بكرة أحلى، لأنه من خلال البرنامج هذا بحاول أني أوصل لكم المشاعر الإيجابية، الأشياء اللي إحنا مو حاسين فيها أو إنه مو شايفينها، أحاول إنه أبين لكم إياه. إن شاء الله برنامجي هذا يعجبكم، وحتكون متواجدة معاكم بإذن الواحد الأحد. حستقبل رسائلكم عن طريق السوشيال ميديا، الفيسبوك والإنستغرام واليوتيوب إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله برنامجي يعجبكم، ونكون يعني البرنامج هذا يكبر بوجودكم، بمتابعتكم بإذن الواحد الأحد. أهم شيء
أبغى أقول لكم حاجة، لا تنسون إنه بكرة أحلى، بكرة أجمل، بكرة أفضل من كل شيء بإذن الواحد الأحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. جاءنا البشر سرورا يطرق الباب بكورا، فاح عودا وبخورا ينشر التغريد. جاءنا البشر سرورا يطرق الباب بكورا، فاح عودا وبخورا ينشر التغريد. يملأ الحب سمانا سمانا، مرحبا بمن أتانا، أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. فاحت الأرواح عطرا وسخاء النفس بشرا، نبضنا خيرا وبرا فافرحوا يا مسلمين. فاحت الأرواح عطرا وسخاء النفس بشرا، نبضنا خيرا وبرا فافرحوا يا مسلمين. يملأ الحب سمانا، مرحبا بمن أتانا، أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مسلمين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين.